والنبي يا لفندي الليلة تيجي عندي، صفوة فندي يا صفوة فندي. وعجبي على حلو حسنه توي الأفكار، للناس بيهدي العسل ويردوا له مرار، وحلاوتكم هي السبب في عذابي ليل ونهار. سألت عطار بيبيع الصبر للمحتار، أم فتح دفاتره القديمة والتفت لي وقال لا ورد بلا شوك ولا حلاوة من غير نار. انا حبيت النهارده ابدا اللقاء ده بشكل مختلف. دايما احنا بنقدم الضيف وكده، لكن لما يضيف يكون صوته رائع كده في المواويل. طبعا ده ابن محافظتي الاستاذ محمد امين، يعني مطرب جدا قوي وجدا يعني متفاعل دايما في المواويل. وانا بصراحه فوجئت النهارده لان اول مره اشوفه النهارده في صالون الاستاذه ماجده حبيب، صالون ليالينا. فصوت جبار بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما بيقولوا كده يعني طبقه صوت غير عاديه. فانا سعيد ان انا لقيته النهارده، وطبعا هو هيكلمنا على بداياته الفنيه ورحلته في عالم الفن والمواويل. انت حضرتك طبعا انا عرفت ان انت اساسا من الغربيه صح؟ نعم. كفر الزيات وانتقلت لاسكندريه والقاهره. حاليا القاهرة. طيب كلمنا بقى على مسيرتك الفنيه وحبك للغنى، وبسم الله ما شاء الله انت مبدع في مجال الموال بالذات. هو حضرتك أنا يعني الغنى موجود فيا منذ صغري، ولكن أنا كنت اتجهت اتجاه سياسي، فكنت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي على الغربية بالكامل. فبالتالي أنت عارف النظرة الشرقية يقول لك هو هيبقى راجل سياسي وفي نفس الوقت بيغني. أنا اضطريت إن أنا نظرا لأن الموهبة موجودة وموجودة منذ الصغر، فكان لازم إن أنا أديها حقها. فقلت لازم اطلع، ولذلك هي عمرها من حيث الانتشار ما جابش 3 4 اشهر، بس كنت وصلت في الغربيه وهنا وهنا في القاهره في كل مكان، غنيت في كل مكان. بالتالي ان شاء الله بكره او بعده ان شاء الله هنوقع عقد جديد في عالم الغناء هنا في القاهرة مع الأستاذ محمد الأباري. وإن شاء الله بمشيئة الله أتمنى أن أنا أسعد الجماهير زي أنت ما شفتني النهاردة في الصالون، وزي ما كل الحبايب. أنا غنيت في اسكندرية وغنيت في محافظة كفر الشيخ وغنيت في أماكن كتيرة جدا جدا، بس الحمد لله كنت أنا لازم أعيش مع الطرب، أعيش مع الأصالة، لأن أنا لو ماليش أصالة ما كانش هيبقى ليا جديد، ولو ماليش جديد يبقى أنا معدوم زي أي ناس بتغني أي غنى. وأنا بميل للغنى اللي بيتسم بالأصالة ويتصل بالذوق وبيتصل إن إحنا نحييه ونرجعه، والموجة الغاضبة اللي داخل الشارع المصري إحنا ناخد من القديم ونعمل منه الجديد. ما انتناش نعيش على ما عندنا ام كلثوم هرم لوحده، هرم. عندنا محمد عبد المنطلب فنان الشعب، عندنا اساتذه كبار قوي قوي قوي. لو جينا ملحنين الصنباطه ومحمد الموجي، شفنا عندنا البلد مليانه. فحرام حرام ان احنا نختزل فننا القديم الاصيل ونرجع لحاجه ملهاش تمن، هوجه وبتمشي واكيد ملهاش اصل. صفوة افندي دايما بيتسلطن بالمواويل والغنى بتاع ايام زمان، لان انا راجل مواليد 1900 طبعا، فدايما بحب الغنى ده. لكن بصراحه يعني الراجل المطرب المبدع ده النهارده حببني في غناه اكتر واكتر، وعايزين منك بقى موال تاني حلو كده. هي للغنى الحب بعده بأوله، خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا، يا حلوة الحلوين يا حلوة الحلوين، حبي وسهري ده الحب بين الناس. الله الله ما حلل
عارف اقول للراجل ده ايه بعد كده، بعد الغنى الحلو ده كل اقدر اقول ان انا فخور بيه ان هو ابن محافظتي الغربيه. وصدقني ده فعلا الطرب الجميل، طرب المواويل، طرب الغنى يعني الاصيل، الغنى بتاع ايام زمان اللي دايما صفوت افندي بيعجب بيه ودايما بيكون بيسلطنه. كلمه اخيره تقولها ان شاء الله، انت داخل على خطوه فنيه حلوه، عايز تقول ايه او احلامك ايه في مجال الفن؟ انا الحمد لله من اول مده بسيطه جدا قدرت ان انا هغني في اسكندريه في مسرحيه انا لن اموت قبلكم. المسرحيه دي يمكن نحرق فيها شويه ونستاذن المؤلف والمخرج وكلهم، ان المسرحيه دي بتعتمد على ان الشيطان اثر داخل بعض النفوس الضعيفه، فبالتالي انا غنايه اللي هو هيبقى الغنى الديني اللي هيحول الناس الى الاصلاح، الى التجديد، الى الحاجه الجميله. ومنها حته لمحمد قنديل هينتهي عليها الستار اللي هي بتقول: الف صلاه على النبي، الف صلاه على الزين، وجه الكريم مكسبي، والصبر اخره زين. الفين 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 صلاه على النبي. ده حوارنا الجميل مع الجميل والمطرب المبدع محمد امين، ان شاء الله يكون يعني مبدع جدا في سماء الفن في الفتره القادمه، وهو يستاهل لانه صوت واعد وصوت قوي، وان شاء الله يكون من افضل لافضل واحسن لاحسن باذن الله.